السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الشوكليت، يا مساء البونبون، يا مساء كل حاجة حلوة لأحلى متابعين في الدنيا. بحبكم في الله، ووحشتوني وحشتوني وحشتوني، وبجد بتوحشوني. يعني مش قادرة اقول لكم، ببقى في قمة سعادتي وانا بعمل لكم اي فيديو حتى لو كان بسيط، وعارفة ان انتوا تستاهلوا فيديوهات احلى من كده بكتير، وفيديوهات كتير كتير كتير. بس شجعوني، شهيصوني كده، وحطولي كده لايكات، كومنتات، حاجات كده تشجعني. احنا بنتعب قوي على الفيديو والله العظيم. التصوير ده مش قادرة اقول لكم مهلك ازاي ومتعب ازاي. ولما بتكوني بتعملي الحاجة لعيالك وليكي وضع، وتعملي بسرعة كده وتخلصي بسرعة كده، ولما تكوني بقى تعملي عشان هتصوري، ده وضع تاني. يعني عايزه اقول لكم مش بيبقى نفس الطبق. يعني مش هكدب عليكم، انتوا اخواتي وحبايبي، وعلى رأي المثل يا اخواتي ويا حبايبي، اهم من الشغل ايه؟ ضبط الشغل. فلازم اجيب لكم بقى المفرش اللي هو على الطبق، اللي هو عارفه اللي بقى، والحاجات دي كلها. يعني مش قد كده ومش مقامكم، تستاهلوا حاجات احلى من كده بكتير. بس عايزه اقول لكم، لو انا هعمل ليا يعني مش هعمل في كل الهيصه دي. يعني هلم الدور كده والم والم المواعين والم الدنيا عشان اخلص، عشان الجو حر ومش هقف ده كله في المطبخ. يعني فقدروا بقى الكلام ده، حطوا لايكات، كومنتات. لو مش مشتركة في القناة وعجبتك القناة او استفدتي منها بأي حاجة، وان شاء الله هتستفادوا كتير تاني بقى. ونرجع ونقول يلا يا ست الكل، يلا يا غالية، لو مش مشتركة في القناة اشتركي في القناة وفعلي الاشعار عشان يوصلك زغروطة مني كل ما انزل فيديو جديد. عشان انتوا بقى اخواتي وحبايبي وانا بحبكم جدا جدا. تعالوا قبل ما ندخل على الحاجة الحلوة بتاعتنا النهاردة ونشوف هنعمل ايه، تعالوا اقول لكم ازاي نخلي البيت بتاعنا سعيد، ازاي نخلي حياتنا فيها سعادة أسرية ازاي. تعالوا كده اقول لكم على كام حاجة ان شاء الله ايه تظبط الدنيا معاكم شوية، او تظبطها يعني على الاخر. اول حاجة، عايزين البيت بتاعنا يكون خالي من الكراكيب. ما يبقاش عندك كراكيب في كل حتة. الحاجات اللي انت عدى عليكي سنة ما استعملتهاش، خلاص بقى اتخلصي منها، بيعيها، اتصرفي فيها، اديها لحد يكون محتاجها. دي اول حاجة. تاني حاجة، يكون ريحته كويسة، يكون ريحته طيبة. ممكن تجيبي بخور، ممكن تجيبي معطر. انا مش عارفة بجد يعني ازاي نقعد من غير ولا معطر ولا بخور ولا اي حاجة، ويبقى ريحة بيتنا كده ريحة مش حلوة. لا، تمسحي كده بديتول، بكلور، بأي حاجة، أي حاجة يا ستي. حتى يعني أقولك إيه، المهم يعني إيه، إن إحنا نتخلص من الكراكيب ويكون البيت بتاعنا ريحته حلوة. تالت حاجة، تجنب النقد. أصلا لما نيجي ننصح حد أو عايزين ننصح حد، لازم نقوله الأول 3 ميزات فيه، وبعدين نقوله على النصيحة. واخدة بالك يا مسكرة يا سكرة يا ست البيت يا غالية، يا ست الكل يا أمراية. وعايزين نتقبل الرأي، حد قال لنا رأيه فرأيك يحترم، نعمل بيه او ما نعملش، دي حاجة يعني ايه بمزاجنا. لكن ما نقولوش انت ازاي تقولي كده، ولا ازاي تعمل كده، ولا لا. عايزين بيتنا يبقى سعيد وحياتنا تبقى سعيدة، فنتجنب الحاجات اللي ملهاش اي لازمة وبتجيب لنا وجع الدماغ والمشاكل. ومن الحاجات اللي بتخلي البيت بتاعنا مش سعيد، ما فيهوش اي سعادة، ايه؟ ان يبقى حد معانا في البيت عمال يعمل في ايجابيات، واحنا ما بنقولوش انت ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ايه السكر ده. ما بنقولش لا. حد عمل حاجه حلوه نقول له برافو، انت ممتاز، انت رائع، انت عملت حاجه كويسه، انت ازاي عملت كده. فايه لما نقول له كده هيبتدي ان هو يزيد في الحاجات الحلوه ويزيد في الايجابيات اللي بيعملها ويزود، وده اللي احنا عايزينه. تعالوا بقى نشوف الاكله بتاعتنا. كنت عايزه اقول لكم على حاجات كتير قوي، بس ان شاء الله هقول لكم بقى ايه في فيديوهات تانية ان شاء الله. ولو جه معانا وقت برضه في نفس الفيديو هقول لكم احنا معانا ايه النهارده، والحاجه الحلوه بتاعتنا ايه بقى، عشان اهم من الشغل بقى ظبط الشغل. خلينا بقى نشوف الشغل بتاعنا ده ايه. هنعمل ايه النهارده؟ شغلتنا ايه؟ شغلتنا هنعمل قمر الدين. قمر الدين دوت معايا كوبايه صغيره سكر، طبعا على حسب الرغبه السكر ده. ومعانا النشا دي 3 أو 4 معالق نشا، على حسب برضو انت حاطه قد ايه ميه. احنا هنعمل قمر ها، انا مش عارفه قلت لكم ولا لا، بس اديني بقول اهو.
حتى على ورقة قمر الدين حتى لتر مية، عليه حوالي 4 معالق نشا. طبعا بنقلب النشا في حاجة لوحدها، استحالة طبعا هنحط النشا دي نقلبها كده في قمر الدين وهو سخن، لا طبعا هيكلكع. فلازم تتأكدي ان انت تكوني مدوباه بمية باردة خالص ودايب معاكي خالص. جبنا معانا قمر الدين ده، مفيش اسهل من كده في قمر الدين ده. قمر الدين ده بتجيبيه ممكن تقطعيه كده 4 تربع وتحطيه في الحلة عندك على لتر مية يفك براحته. وممكن تحطيه برضو مستعجلة، هتجيبي لتر المية ده وتحطي فيه قمر الدين ده وتروحي حطاه ياخد غلوة على النار. طب ماشي، هو خد غلوة وفك كله وكله بقى مية، اروح منزلة عليه السكر. السكر قمر الدين ده بيكون هو اصلا فيه سكر، فما تكتريش يا مسكرة السكر فيه عشان ما يسكرش قوي منك وتبقي مش عارفة ايه تاكليه ونفسك كده تجزع منه، فلا. طيب عملنا ايه؟ حطينا قمر الدين وحطينا لتر ميه سوا اللي انت سبتيه لغايه لما يفك، او سوا اللي انت اديتيله غلوه على النار، وبعد كده حطيتيله السكر اللي هو كوبايه صغيره سكر والاربع معالق نشا. النشا طبعا في الاخر زي ما قلتلكوا، ما بتبقاش في الاول عشان خاطر ايه، هيتقل منك في ساعتها. فلا، السكر يدوب وبعدين نزلي النشا، وبعدين بتفضلي تقلبي فيه عشان طبعا ما يلزقش منك ولا حاجه. وبعدين بتكوني محضره التدبيقه بتاعتك، بتروحي مفرغاه وبتشوفي اي حاجه عندك تزوقيه بيها. عندك بقى جوز الهند، عندك زبيب، يعني اللي ولادك بيحبوه او اللي انتوا اصلا بتحبوه، والمتاح عندك مكسرات، اي حاجه. ما عندكيش حاجه ما تحطيش، فرحيهم باي حاجه وخلاص. يعني مش هنقولك تحطي ايه، يعني اللي موجود على قد لحافك كده، مد رجلك مشي الدنيا عشان الدنيا تمشي. مش بطيتي اعمل لهم اي حاجه بسيطه واي حاجه سهله. وممكن دوت يتعمل عصير. يتعمل عصير ازاي؟ ما يتعملش خالص مهلبيه، ممكن يتعمل عصير برضو بنفس الطريقه. ممكن اللي انت بتقطعيه حتت كده وبتسيبيه مثلا في لتر ميه يبوش ويبقى كله ميه كده، ما يبقاش في حاجه مكلكعه، وبعدين بتحطي عليه السكر وبتقلبيه. وممكن تضربيه في الخلاط، يعني تسيبيه برضو يبوش كده شوية في المية، وبعدين بتحطيه في الخلاط وبتحط عليه السكر بتاعه عشان السكر بس يتضرب حلو ويبقى عصير. عصير قمر الدين بيبقى تحفة. عندك بقى اي حاجة تحطيها معاه تمام. وبصوا بقى القوام بتاعه جميل جميل جميل، حاجة كده سهلة ما اخدتش معانا دقايق. فرحي بيتك وفرحي ولادك. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك